خوتي في هاد لا فيديو غادي نشوفوا الرد وانبهار وصدمة الإعلام في قناة بين سبور على الهدف التاريخي والإعجازي اللي ماركاه أشرف حكيمي في الديربي ديال أو الكلاسيكو اللي جمع ما بين فريق مارسيليا وايضا باريس سان جيرمان. غنشوفوا كيفاش تسجل هذا الهدف، وايضا غنشوفوا الرد الفعل ديالهم، وغنشوفوا النقاش اللي وقع داخل البلاطو حول هذا الهدف والطريقه باش تسجل. ما تنساوش تشتركوا معي في القناه ديالي، وايضا تخليونا واحد جاي من هذا لا فيديو باش يبقى يوصلكم الجديد ديالنا. فرجه ممتعه. طبعا 20 كلاس اول كره والتسديد توتي. الله خرافي انت يا اشرف، لا ينتهي الجمال وهناك اشرف ولا تتوقف في الاهداف، وهناك حكيمي. نعم اسد الاطلس زار بطريقته الخاصه، زار بصوته المعتاد، لكن بطريقته الخاصه. هنا تتعدد الاهداف لكنها في هذه الليله تختلف. الله 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 على بدايه وعلى هدف بتسديده خرافيه. كره مارسيليا للتعادل قد ياتي لك. لاعبنا المغربي حكيمي 58 مرة يلمس الكرة، 94% دقة تمريراته. مع انريكي تغير جذريا لحكيمي وادواره تغيرت في وسط الميدان. نجم الشوط الاول فعلا حكيمي، هجوميا ودفاعيا ممتاز، ظاهر في كل اللعبات يا مهند، بيقرب دايما للاعب اللي معاه الكوره. يمكن اللي اضافه ليه لويس انريكي فكره دخوله لعمق الملعب في حاله ما الفريق استلم الكوره، عامل جبهه ممتازه مع ديمبلي في الجبهه اليمنى. مهند شايفين التوافق الكبير اللي بينهم والانسجام الكبير، التحركات والكعوب اللي بتتلعب والجبهه الممتازه. اشوف ان هو خفف الضغط كتير جدا على حكيمي، وجود ديمبلي مع باركولا على الجبهه اليسرى، فاتحين جبهتين ممتازين. شوف التسديده هنا من حكيمي، ثم المتابعه من كولومواني والهدف الثاني. فشوط ممتاز بان فيه فلسفه انريكي والاسلوب اللي اتكلمنا عليه قبل المباراه، اسلوب التمريرات والاستحواذ وفرض السيطره. عجبني اكتر في باريس الاسترجاع الكوره بسرعه بعد فقدانها يا مهند، وده قتل خطوره كتيره جدا عند فريق مارسيليا.